هارلك النهارده النادي الاهلي خسر. اي نعم النتيجه تقيله 4 ماتشين 8 تجوان كتير على النادي الاهلي. لكن البطوله دي غريبه جدا يا جماعه. يعني النادي الاهلي كل حاجه وعكسها في الماتشين، خصوصا بتوع آه، ماتش ريال مدريد وماتش فلامينجو. النادي الاهلي متفوق، النادي الاهلي عنده شخصيه امام ريال مدريد، وفي نفس الماتش النادي الاهلي بعيد، والنادي الاهلي تمركزه خاطئ، والنادي الاهلي عنده مساحات، والنادي الاهلي دفاعه مفتوح، وفي نفس الوقت النادي الاهلي قادر على التعادل، وفي نفس الوقت النادي الاهلي بيخش فيه جوان سهله جدا جدا جدا. نفس الامر تكرر ماتش فلامينجو. يمكن ماتش فلامينجو كمان المفروض جمهور الاهلي يزعل عليه اكتر من ماتش ريال مدريد. ماتش فلامينجو كان من المفترض المباراه متكافئه. فريق فلامينجو اتغلب من الهلال. كان من المتوقع ان المباراه تكون قويه جدا. في اول 10 دقائق ضربه جزاء سليمه على علي معلول بيتم احتسابها من قبل تقنيه الفار، وبعد كده بيتقدم نادي فلامينجو. لكن احمد عبد القادر اللي انا كنت واحد من الناس اللي قلت عليه لعيب جامد جدا يعني، ومن افضل اللعيبه اللي انا معجب بيها في النادي الاهلي، لانه لعيب مهاري، واي لعيب مهاري قوي سريع يصنع الفارق. انا بحب اللعيب اللي بيعرف يعمل حاجه اكستريم، حاجه غير طبيعيه، واحمد عبد القادر من اللعيبه دي اللي موجوده في مصر. جاب جون وجاب جون تاني عالمي وعمل ماتش حلو قوي. احمد عبد القادر من افضل اللعيبه اللي موجوده النهارده. لكن في نفس الوقت انا ما فهمتش كولر ليه مقعد محمد هاني، ليه مقعد حسين الشحات، ليه مقعد لعيبه مهمه جدا ولسه شباب يعني قصدي يعني مش ده الماتش اللي تعمل فيه روتيشن. ده ماتشات في كاس العالم للانديه لن تتكرر، يعني ماتشات تاريخيه يعني. لكن في نفس الوقت النادي الاهلي بيستطيع انه يتعادل ويتقدم، وكان عنده فرصه كبيره ايضا لاحراز هدف ثالث. وعلي معلول كان النهارده من وجهه نظري من اقل مبارياته برضو، يعني عمل اخطاء ضربه جزاء على النادي الاهلي واضاع ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي. يمكن انا بحس شويه ان في بعض اللعيبه كده ايه، دمها مستباح في النادي الاهلي. يعني محمد شريف يتقطع، محمد مجدي قفشه يتقطع، لكن علي معلول ما يتقطعش حتى لو اخطا. اليو ديانج نسامحه يعني حتى لو اخطائه كتيره. بحس كده ان جمهور الاهلي بيتعامل مع بعض اللعيبه بالمنطق ده يعني. لكن النادي الاهلي النهارده زي ما قلت لكم كل حاجه وعكسها. يعني متفوق، فارض شخصيته، بيخلق فرص، قوي، بينقض، بيعمل بريس على الفريق المنافس، وفي نفس الوقت فجأة تلاقيه لا ينقض، ما بيقطعش الكرة بسرعة، بيفقد الكرة بسهولة، دفاعه مفتوح، تمركز المدافعين خاطئ، فرص كتيرة على مرماه، أهداف في دقايق معدودة بتخش، أخطاء متتالية، يعني أخطاء متكررة زي أليو ديانج، البساطة اللي هي اللي ورا مش لقدام. فانا مش عارف. لكن في النهايه انا قلت لكم امبارح والناس زعلت مني، الاهلي لم يحقق انجاز، لان النادي الاهلي حقق المركز الثالث اكتر من مره، والنادي الاهلي قابل فرق اقوى من كده بكتير. الفوز على اوكلاند سيتي وسياتل فوز طبيعي، لكن كان الغير طبيعي ان انت تفوز على ريال مدريد او تفوز على فلامينجو يعني. والنادي الاهلي عملها قبل كده يعني، ما كسب الفريق البرازيلي واحرز المركز الثالث، واعتقد النادي الاهلي 3 سنين ورا بعض بيحرز المركز الثالث يعني. لكن في النهايه ما اقدرش انكر ان النادي الاهلي عنده لعيبه كويسه، وعنده لعيبه تقيله، وعنده لعيبه مميزه، وعنده لعيبه رجاله. ومش عايز اقسو على بعض اللعيبه زي ما جمهور الاهلي بيقسو على محمد شريف، وكانوا برضو بيتهموني يعني ان انا حد يعني متعصب وكده. لما كنت بقول ان النادي الاهلي ما كانش يجيب احمد القندوسي او مروان عطيه عشان الزمالك عايزهم، كان المفروض يجيب راس حربه، وان النادي الاهلي في احتياج لراس حربه، كان جمهور الاهلي يعني زي ما يكون ايه بيكدني يعني. احنا جايب خدنا القندوسي منكم، خدنا مروان عطيه منكم. الكوره مش كده يا جماعه. الكوره كل فريق محتاج ايه. الكوره احتياجاتي انا ايه. انا احتياجات النادي الاهلي قولا واحدا كان محتاج راس حربه، كان محتاج راس حربه نهاز للفرص، قادر